بيبدأ الفيلم بمارتي الحمار الوحشي بيحلم ويصحيه أليكس الأسد ويخضه ويهنيه بمناسبة عيد ميلاده. يقول لي أليكس إن في حاجة واقفة في أسنانه، يقول له تعالى كده أشوفها لك، ويقعد على الحديدة في بقه يقول له مفيش حاجة في بقه، وياخد منه هدية عيد الميلاد ويشكره. فتدق الساعة يصحي أليكس جلوليا الست القشطة أو فرس النهر، ويصحي ميلمان الزرافة عشان العرض يقول له إنه تعبانه متجبس، ويخش العائلات الجنينة وتبقى زحمة عشان عرض أليكس، ويحضر نفسه ويطلع الجنينة يعملوا شوية حركات للعرض بتاعه، ويتصور ويعمل شغل عالي. يعمل مارتي حركات قدام الناس بالمية ويكبها على الناس، مش عارف ايه العرض في كده. وجلوريا عمالة تعوم في المية، وميلمان في الحجر الساحي طبعا. ويظهروا البطاريق اللي أشقى من عيلة الشرقاوي بيخططوا للهروب، فيعفروا البطاريق لحد ما يوصلوا لحد الحتة بتاعت مارتي. يتكلموا معاه فاكرين نفسهم ووصلوا حتة اسمها انتاركتيكا اللي هي في القطب الجنوبي، ويقول لهم مارتي انهم لسه في جنينة الحيوانات. فينزلوا يكملوا حفر، يقول لهم مارتي هي فين انتاركتيكا دي. فيخلص العرض بتاع أليكس والناس تروح، ويجيبوا الشيفات الأكل للحيوانات، شغل فنادق 5 نجوم وتدليك ومساج وتأمين صحي. هما لو بني آدمين هتعملوا فيهم إيه؟ ويدي الأليكس شوية لحمة حق اللي عملوا العرض. ويحتفلوا بعيد ميلاد مارتي ويفتح الهدايا وينفخ الشموع، وتقول لجالوليا تتمنى بايه، يقول نفسه يطلع بره ويمشي على البر. يتخضوا كلهم يقولوا أليكس البرية انت عبيط، دول ياكلوك يهبل. ويتريقوا على امنيته، يحس مارتي انه بيتريقوا عليه، ويمشي يلعب على المشاية. يقول ميلما ان هو زعل من الكلام ده، فتقول له جالوليا لأليكس انه يروح يصالحه ويقول له ده هزار وما يزعلش. يروح يصالحه، واللي فات اشاعات أليكس ومارتي اخوات. ويناموا ويصحيه ميلمان يتكلم معاه. فجأة يلاقوا حفرة يدوروا على مارتي، يعرف ان هو هرب. فعرف أليكس ان هو راح كونكتد، ويتصل بالأمن ويقول لهم ان في حمار وحش هرب لكونكتد. ويقفل الخط يفتكر انه حيوان ومفروض ما يتكلمش، ويكسر الشبكة ويقول لهم انه لازم يلحقوه. يروح عند محطة المترو، يركبوا هناك والناس تخاف منهم. ويمشي مارتي في الشارع مبسوط، يكلم مارتي مع حسن يسأله عن طريق، ويمشي ويتكلم الأمن بالشرطة يقول لهم فعلا في حمار وحشي هرب. يوصلوا المحطة، يطلعوا تهرب الناس منهم، وتيجي ست عجوز تضرب في أليكس. ايه يا حاجة، ايه الشجاعة دي مراته اللي نكمل الموضوع. ويمسك أليكس بمارتي يقول له ارجع معانا الجنينة، ويحاصروهم الأمن. ويتكلم أليكس ويعمل حركات غريبة، يمسك حارس الجنينة ببندقية يضربه بمهدي، ويهلوس أليكس ويشوف حاجات غريبة. يفتح عينه يلاقي مذيعة بتتكلم وناس من حقوق الحيوان بتطالب بحقه، ويضربوه بمهدي ويهلوس تاني. ويفوق يلاقي نفسه محبوس في صندوق، جنبيه مارتي والناحية التانية ميلمان وتحتيهم كالوليا. يزوق أليكس صندوق بماري اللي هو السبب في كل ده. يهجموا البطريق على سايق في السفينة، يضربوه ويسوقوا السفينة، ويرمي يمين فيتهزوا الصناديق بتوع الحيوانات. يقع على متر يعمل تقل، يقعوا في البحر ويبعدوا عن بعض. يجي الليل يوصل أليكس الجزيرة لوحده بيدور على أصحابه، لحد ما بيجي الصبح ولسه بينده عليهم. فيشوف ميلمان مش عارف يمشي من الصندوق اللي في راسه، يساعده أليكس يقوله أنا أساعدك. فيقع عليه يقوم يمسك جذع شجرة يقوله هيزقه بيها. فيصوت ميلمان، تيجي جالوليا يفرح عشان شافها. يجي مارتي والدلفين بيساعدوه في البحر، يشوفوا أليكس يفرح يجري بسلو موشن يحضنه، لكن يحصل عكس كده، بيزعقله ويضربه عشان هو السبب في كل ده. فيمسكوه ويقول له اهم حاجه احنا مع بعض. فيقعدوا يلوموا بعض على الغلط التاني. ويسمعوا صوت من الجزيره يدخلوا يشوفوا فيه ايه. يطلع حفله عاملينها سنجيب الملك بتاعهم بيغني. يجوا عليهم الضباع، يمسكوا في الصغير بتاعهم يدخل يشوفهم يتكلم معاهم يقول لهم هو فين. يمشي في دراع عنكبوت يشوفوا جالوريا تضربه، ينعر أليكس زي الأسد ويخافوا الضباع منه ويهربوا. فيضربوا العنكبوت يشوفوهم ملك ومساعده، طلعوا عليهم 500 إشاعة. فيروح الصغير بتاعهم يتكلم معاه بس بطريقة أنا وأنا بسجل دلوقتي خفت منها. فيعيط والله دي أقل حاجة والله. فتهش جالوريا النونة بتاعته تديله الرضع عشان تهدي النونة، ويعمل فقرة الملك جوليان ويحتفلوا بيهم عشان خرجوا الضباع. فيسألوا أليكس مفيش حد حي عايش معاهم في الجزيرة دي، يقولوا يونان لأ، يقولوا إنهم عايشين معفنين ما يعرفوش يعني إيه نضافة. فيقول لهم أليكس ممكن أعمل حاجة. فيجري أليكس عايز يرجع نيويورك ويقول أنا عايز أرجع أنا عايز أرجع، ويقعد يقوق. يقعد ميلمان على قبره كاتب وصيته، ويجي مارتي يقول لهم بيشكرها عشان عمل قطر ده حمار فعلا. يقول له أليكس أنت سبب في كل اللي إحنا فيه ده، قعد تتمنى لي عايز اخرج البريه عايز اخرج البريه، وعمل خط بينه وبينه. ويعمل لأليكس من الخشب حاجه عشان الطيار يشوفهم ويساعدهم، يحرقوا ميلمان ويتحرق فعلا ويقع على الارض. الله يكون في عونك في اصحابك يا أليكس. وفي الناحيه التانية الملك جوردن بتاع السناجب بيقول لهم ان هم لازم يصاحبوا الحيوانات دي ويعملوهم حلو عشان يحميهم من الضباع اللي كل شويه بيضايقهم. فيعمل اشاره مساعده. يجي مارتي يعزمه على المكان اللي عامله، يقول له أليكس لا.
فتوع الإشارة تبقى الجحيم فعلا. فيدخل يخبط على الباب عشان يدخل، يفتح مارتي الباب ويدخله على البار اللي هو عامله، ياكله عيش بالمشوي ويعجبهم لكن ما يعجبوش، ويفتحوا السقف ويشوفوا السما والنجوم. فيشوف أليكس لحم بينطر من فوق كتير، يطلع بيحلم وبيعض مارتي من ورا. يلحق الموقف يقوله إنه كان بيعيد عدد الخطوط السوداء بتاعته ويناموا. فيصحوا من النوم يلاقوا نفسهم وسط جوليان والسناجب، يقول لهم جبتكم وانتوا نايمين هنا. يقولوا خشوا شوفوا المناظر الطبيعيه، ويدخلوا جوه يشوفوا جنه خضره وزرع وميه، ايه ده؟ ويكسبوا هو ومارتي. يقول له مارتي طلع القط اللي جواك، ويكسبوا اليكس ويدلعوهم السناجب ويستكشفوا المكان. فيقف اليكس على الجبل، يقعدوا يشرسوا فيه لحد ما يتساعر ويطلع الاسد اللي جوه ويشوفهم كلهم لحمه وسط الهوجه. يعض اليكس مارتي بس من ورا. ايه حكايتك بالظبط؟ ويقول له انت بتعمل ايه؟ انت بتعضني؟ ويفوق اليكس ويصلح جوليان الموقف، يقول عادي عادي، عضة الورا دي بيعملوها الاصحاب لما يهزروا مع بعض. في وسط الكلام يرجع اليكس اسد تاني ويتساعر ويشوفهم لحمه ويتشرس ويخافوا منه ويجروا كلهم. فيجري ورا مارتي ويمسك فيه، يرمي جوليان عليه جوز هند. ويفوق اليكس ويهرب مارتي هو يقول انا جرالي ايه، ويمشي وهو زعلان. فيروح عند ارض الضباع يعيش هناك. يزعل مارتي يقول ان كل ده حصل بسببي. فيفكروا هيعملوا ايه. يروحوا على الشط يلاقوا سفينة كبيرة، يشاوروا عليها ويطلبوا مساعدة وتيجي عليهم ويفرحوا. يروح مارتي يقول لهم اروح ارجع اليكس، فتقول له جلوريا لا، انت لو رحت مش هترجع تاني، استنى لما يوصلوا هما يعرفوا يتعاملوا معاه ويجيبوه. وطلب السفينة مطلعش حد فيها، يطلع البطاريق هما اللي سايقينها. فما يشوفوش مارتي يقولوا راح فين. يروح مارتي ارض الضباع يشوف اليكس، يقول له تعالى السفينة جت ونرجع نيويورك تاني. ويحاول اليكس يهبشه ويقول له انا مش عايز اذيك، ويهرب جوه الكهف ويغني مارتي الاغنيه بتاعته اللي بيحبها. وتهجم عليه الضباع ويجري وراه. يسمع صوت اليكس صوت صاحبه مارتي فيتضايق. وتحوط الضباع في كل مكان يساعدوا مين ويجري هو وجلوريا هما التلاتة يظهروا البطاريق يعملوهم مقلب. ويجي اليكس يقرب عليهم وهم خايفين ويعمل نفسهم انهم هيتاكلوا وينعوا قدام الضباع فيهربوا. يروح على السفينة يودعهم السناجب والملك ويمشوا. وده كان ملخص فيلم مدغشقر الجزء الاول. لو كان عجبكم متنساش اللايك وسبسكرايب للقناة، واستنونا في فيديو جديد بكرة اجنبي. شكرا.